ሰላም እንደምን ቆያችሁ መታመሜን ሰምታችሁ በጣም ብዙ ሰዎች እየተጨነቃችሁ ነው መታመሜን የነገርኳችሁ እንድትጨነቁ ፈልጌ ሳይሆን እንድትጸልዩልኝ ስለሚፈልግ ነው በርግጥ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በነበረን ኢንተርቪው ቆይታ ጋዜጠኛው በድንገት ጠይቀኝ መታመሜን ነገራችኋለሁ አሁንም ቢሆን ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድትጸልዩልኝ ፈልጋለሁ ህመሙ የጀመረው አሁን አይደለም ተላምደናል ዛሬ አንድ አመት ከ5 ወር አካባቢ የሚሆን ይመስለኛል ያኔ ጎፋ በመሬት ናዳ ምክንያት ወገኖቻችን በሞቱ ጊዜ ለማገዝ እዛ ነበርኩኝ እዛ ታመምኩ ከዛ በኋላ ህመሙ በዛው ነው የቀጠለው እስካሁን ባለው የህክምና ክትትል ያደረኩ ነው ቀጣይ ያለው የህክምና ሁኔታ በቅርቡ ከሀገር ውጪ ሄጄ በቂ ህክምና አደርጋለሁ ህክምና ብቻ ሳይሆን በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ እናቶች ኢትዮጵያ አባቶች ወጣቶች ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድትጸልዩልኝ እፈልጋለሁ እኔ ወደ ህክምናው እስከሚሄድ ድረስ የታመሙ አልጋ ላይ ያሉ ወገኖችን ያሳከመን እንቆያለን በመጨረሻም አንድ ማለት የሚፈልገው በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገኝ አንድ ነገር ብቻ ነው አሁን ከሚነግራችሁ ነገር ውጪ ለኔ ምንም ነገር አያስፈልገኝም ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸልዩልኝ ጸሎትና ጸሎት ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ ከዛ ተረፈው እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል አመሰግናለሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن عند شخصية عظيمة من الشخصيات الإثيوبية، شخصية دخلت قلوب الإثيوبيين بقربها من هذه الأصوات وهذه الأنفس والأرواح الجميلة. إنه مستر أبنت. مستر أبنت هذا الاسم يعني الكثير في العمل الخيري والاجتماعي للمجتمع الإثيوبي. الرجل الذي كان ولا زال قريبا من أبناء شعبه من المحتاجين والمعوزين والذين انقطعت بهم السبل هو اليوم على هذا السرير الأبيض يطلبكم دعاء بأن يشفيه الله مما أصابه نحن ندعم أخونا الغالي أبنت في هذه الأزمة الوعكة الصحية بكل ما نستطيع خاصة في ظل أنه طلب من كل محبيه ألا يدعموه إلا بالدعاء قال أريد الدعاء مستر أبنت حينما كان يذهب إلى الفقراء والمحتاجين لم يقل له أحد نحن لا نحتاج دعمك نحن لا نحتاج عطاءك اليوم هو يقول نحن لا نحتاج إلا الدعاء فنحن أيها الإخوة من الإثيوبيين الذين تستمعون إلينا نقول لأخينا أبنت كل الإثيوبيين الذين عرفوك والذين لم يعرفوك يدعون لك لأنك جعلت من هذا العمل الخيري نموذجا للإثيوبيين نموذجا يستحق أن يحتذى به شكرا لك مستر أبنت إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشفيك نحن ندعو الله عز وجل أن يشفي أخونا بنت وأن ينعم عليه بالشفاء وأن يرفع ما به من داء
ونسأل الله عز وجل أن يجعل عمله ممتدا، هذا العمل الخيري الإنساني الإثيوبي أن يكون ممتدا ويعود بالسلامة بإذن الله إلى أهله وذويه. اللهم آمين. شفاك الله. آمين. الله يشفيك ويعافيك. سلامات، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ألف سلامة عليك حبيبنا عمنا. برتاح برتاح حبيبي، الله يحفظك. شكرا حبيبنا، الله يحفظك. ተኝቷል። እንቀስቅሳቸው። አዎ አይ ነው ይሄ በሽታ ሲንቀሳቀሳቸው። እማማ እማዬ እናቴ፣ እኛ ደግሞ እስካሁን አልተኛንም። እዚህ ላይ ብለ ቁጭ ብለን አላህ ይስጥል። አሜን። በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ድሜ ያቆየናል። ቅድም ተስፋ ቆርጦ ነበሩ 4 ሚሊዮን ብር አይሞላም ብለው አይደል የተኙት? አሁን ግን 4 ሚሊዮን ብር በእርሱ አካውንት ላይ ገቢ ሆኗል። ወደ እንደ ታላቅ ልጄ ነው የሚያይ። ከዚህ በኋላ አላህ ይስጥልን። አሜን። ከጎንክ አይዞህ የሚልን አላህ ይፍቀድልን። አሜን። የልጆችን እሸት እንድትቀምስ አላህ ያደርግህ። አሜን። አላሁመ ሰል አሜን።